والاهلاويه يا صاحبي دلوقتي حاطين ايديهم على خدهم مستنيين. هو الزمالك هيلعب افريقيا ولا احنا اللي هنروحوا مكانه؟ ومجلس اداره نايم في البلاله، ولا راضي يطلع يهدي الجمهور ولا راضي يطلع يهدي السوشيال ميديا. وطلع يقول لك احنا عندنا مشاكل وبيستخبوا ورا جون ادوار. طب معلش كده، هو مدير الإدارة جون إدوار هيعمل لكم إيه ولا إيه؟ ده مطلوب منك الموسم اللي جاي بعد ما خدت الدوري ده تبدأ موسم شرس وتجيب صفقات بالهيلة وتلعب في أفريقيا. لا بس اطمن، أنت أخدت الدوري المصري وتنك احتفل على كده. يا باشا أنا نادي الزمالك، أنا أكبر قلعة رياضية في مصر، أنا نادي بطولات، أنا النادي اللي بيكتب على نفس أي حد بفلوسه بملياراته، أنا النادي اللي عندي جماهير بتحرك الصخر، انا احسن نادي في مصر بيفهم كوره هو وجمهوره. مش هتني بقى عشان اخدت لي الدوري ولا السوبر الافريقي من الاهلي ولا وصلت لي نهائي افريقيا تقول لي لا كده كفايه وما انتش واصل افريقيا عشان القواضي اللي عليك. طب لك ان تتخيل ان نادي الزمالك بيتأدب من الفيفا في تريتين، يعني بيأدبوك، عارف يعني ايه؟ يعني قواضي كده تمام، لكن بيأدبك عشان انت ما بتدفعش، عشان انت عليك قواضي ياما. ويعني معنى الكلام ان انت وقعت نادي الزمالك واسم نادي الزمالك في الارض، وسيبها للي بيفهم وسيبها للناس اللي فهمانه كوره. الله يمسيك بالخير يا مستشار مرتضى منصور، احنا كنا بنسمع ان في قضيه علينا وقفل كده، تاني يوم بنصحى بالله اتفكت، وكانش في حد بيقدر من اللي طالعين يهبهبوا على السوشيال ميديا وعلى القنوات كان يقدر يتكلم. نادي الزمالك اللي من كتر ما الموسم ما كان بيخلص وبتلاقي لعيبه من جميع فرق الدوري لابسه تيشيرت الزمالك، كنت بتقول يا نهار ابيض، ده احنا عايزين نفتح فرع اول وتاني وتالت ونعمل نادي غيره بره في السعوديه وفي ايطاليا. كان عندك لعيبه بالهيله، كان عندك عين امير مرتضى منصور كان جايب لك الجعان وهو قاعد دكه ومحدش كان يعرفه، خلاه دلوقتي من احسن لعيبه في مصر هم بيقولوا عليهم، واخد نص مليار والدنيا حلوه معاه.